73% يعتقدون بأن العرب يعني حجم هائل ويمكن أن يكونوا فعالين وإلى ما هنالك من هذا الكلام. الحقيقة أن هذه النسبة تدل على شيء واحد، أن الإنسان العربي مصاب بداء الفانتازيا وبداء العنطريات التي أكل عليها الدهر والشيء. العنطريات الفارغة، العنطريات الفارغة والفاضية التي لا تقدم ولا تؤخر شيئا. العرب يا سيدي اخترعوا أو ابتدعوا أو اكتشفوا السفر، ولكن ماذا فعلوا به؟ يوجد من جلس عليه، ويوجد من وضعه على رأسه، ويوجد من حزم به وراح يهز الصدر والبطن والورك من أجل أن يسوق للعالم على أن الإنسان العربي المعاصر، الإنسان العربي الموجود هو يعمل حاجة. الإنسان العربي الآن هو مجرد آلاف الأصفار على الشمال، آلاف الأصفار على الشمال، ولا يوجد عنده أي مقومات تدل على أن الإنسان العربي هذا يمكن أن يعول عليه لصناعة أي شيء. هذا دليل على أن العنطريات هذه مغروسة في الإنسان العربي، مغروسة فيه إلى درجة لا يمكن تصورها، مغروسة فيه إلى درجة أنه صار الإنسان العربي يرى نفسه أنه يستطيع أن يذهب إلى القمر. لو سألتهم هل تستطيع أن العرب سنة 2015 يذهبوا للقمر، سيقولون لك نعم، العرب سيذهبون إلى القمر. والله العرب لن يخرجوا من أبواب بيوتهم إلا مئات الكيلومترات، لن يتجاوزوا إلا مئات الكيلومترات. هذا كلام فارغ، كلام فاضي. الإنسان العربي متخلف، أقولها بصراحة، متخلف متخلف متخلف، ولا يصلح أصلا للحضارة، أصلا للحضارة. يصدر الشاورما ويصدر الفلافل ويصدر الترمس ويصدر الشمة الصفراء والسوداء إلى أوروبا، ويدعي أنه يحمل إلى شيء إلى أوروبا أو إلى حضارة، ويسميها حضارة. الحاكم العربي هو يعكس صورة هذا الشعب كما تكون يولى عليكم، لأن الحاكم العربي لم يأتي من المريخ نزل، ولا أتى من الشمس، بل خرج من هذا الشعب ويحمل تصورات هذا الشعب. وأي مواطن عربي لو تضعه في الحكم، وأتحدى أي مواطن عربي أنه ممكن يعمل شيء لو وصل إلى الحكم، بل سيعمل أكثر مما يعمل هؤلاء الحكام العرب. إذا لا فرق ما بين الحاكم العربي والشعب العربي، كلهم في سلة واحدة ما دام عنوانهم العرب. طيب. ما دام هذا عنوانهم، أعطيني صناعة معينة صنعها العرب الآن هي عمدة الحضارة البشرية الآن. لا يوجد يا سيدي، لا يوجد. هل العرب يقرؤون؟ جيد. هل العرب يقرؤون؟ الإنسان الإسرائيلي، إنسان واحد إسرائيلي يقرأ في السنة 35 كتاب، والإنسان الأوروبي يقرأ 40 كتاب على الأقل. والإنسان العربي حوالي 2035 أو مش عارف 80 شخص. الإنسان العربي لما نعمل إحصائيات على الإنترنت حيث يذهب العرب، ما جاء أخذه شرطي، أخذه على الإنترنت وقالوا له أبحث، توجد أنه أغلبية المواقع التي يبحثون فيها مواقع خلاعة ومواقع تجرس. الواقع العربي الآن واقع منهزم، واقع في الحضيض. نحن مهزومون سياسيا وعسكريا واجتماعيا وحتى نفسيا. وخطاب المؤامرة الذي يتحدث فيه كل شيء نرميه على الآخرين، كل شيء نرميه على المستعمر. ماذا لدى مصر الدولة العظمى؟ أنت أسألك. نعم. ماذا لدى مصر؟ ما عندها شيء، ما تستطيع أن تعمل شيء. عندها الترمس، أقولها بسخرية تامة، ولا تستطيع أن تفعل شيء. هي تعيش على المساعدات الأمريكية، لو تقطع عليها المساعدات الأمريكية يجوعون، لأن مصر لا تستطيع أن تدخل حرب من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية العسكرية، ولا تستطيع أن تفعل شيء، ولا تستطيع. ألم تنتصر في بعض الحروب؟ لم تنتصر أصلا. 70 انتصار، هو هزيمة أخرى. لم تنتصر وتبعتها معاهدة كامب ديفيد بعد سنوات قليلة. لم تنتصر أصلا، ولا توجد دولة عربية حققت انتصارا في العصر الحديث، ولا يوجد أي انتصار يمكن أن يذكر. كلها هزائم، ونحن نسوقها على أساس أنها انتصارات. كل فشلنا نرميه على الاستعمار، كل فشلنا نرميه على الغزاة، كل شيء نرميه على الآخرين، ونحن أصلا داخليا فاشلين. الإنسان العربي أصبح إنسان متآكل، أصبح لا يفكر. لو تراهم في الغرب، كيف الإنسان العربي يفعل؟ كيف يعيش الإنسان العربي؟ والله يعطي نموذج سيء. إذا تكلمت عن اللص فهو عربي، إذا وجدت شاب يطارد فتاة في شارع لندن أو باريس أو غير فهو عربي. كل الأخلاق السيئة وكل الأشياء السيئة موجودة في الإنسان العربي.